عمرك فكرت ان اللعبة اللي انت بتلعبها كل يوم ممكن تكون بتتجسس عليك، بتسجل صوتك وكمان بتحلله؟ انت مراقب. تعال وافهم معايا عشان تقدر تحمي نفسك بنفسك. في لعبة اسمها جي تي اي في، شخصية فيها جوه اللعبة اسمها ليستر. الراجل ده دايما بيكلمك عن الكاميرات والهاكرز والمراقبة. بس الغريب من كل ده ان في اخر ابديت ليها بدأت تستخدم الاي اي لتحليلك وتحليل صوتك وتحليل تفاعلاتك. مش بس كده، في ألعاب تانية بتعمل تراكنج لحركاتك وتفاعلاتك علشان تحس بتجربتك. بس الحقيقة المعلومات دي بتتباع لشركات إعلان وداتا بروكرز، وأحيانا بتستخدم في الاختراقات. إزاي أحمي نفسي من كل ده؟ خش بكل بساطة، هتخش في السيتنجز بتاع الويندوز، هتقفل المايك. هتقولي طب ما انا بتكلم. خش في المايك، هتلاقي الابليكيشنز اللي بتستخدم المايك ومفتوح، اقفلها. بس انت كده امنت نفسك. واللعبة ذات نفسها لو انت فاتح كاميرا اقفلها. طب ولو انت قافل الكاميرا اعمل لها دي اكتف في وقت اللعبة عشان تحمي نفسك. انت هنا انت اللي مؤمن. بس الغريبة في كل ده، لو انت مش مصدق استناني الفيديو الجاي، هكلمك عن أول حالة حقيقية حصلت فيها عن سرقة هوية كاملة عشان تقدر تحمي نفسك.